بيبقى جوانا غصة وإحساس بالحزن إن إحنا مش شايفين قصاص ربنا دلوقتي ومش عارفين ناخد حقنا دلوقتي، لأن واقع الظلم علينا بيبقى صعب، وإحساس الظلم عادة يعني بيطول. كان في كده جملة دايما بنقولها في الامتحانات وأيام ما كنت براقب على الطلبة في الامتحانات، كان أول ما الامتحان يتوزع الطلبة كلها تعترض الامتحان طويل الامتحان طويل. فكان دايما ردنا واتعلمت الرد ده من اساتذتنا، كان دايما يقول لنا الوقت جزء من الامتحان، شوف ايه المهم واعمله الاول وحله الاول. فدايما بشوف التعرض للظلم والابتلاء او الاذيه دي بتاخد وقت، وربنا سبحانه وتعالى لما بيريد بحد ابتلاء معين عاده بياخد وقت، لان الوقت ده بيبقى جزء كبير من الامتحان. ربنا بيشوفك هتصبر ازاي، هتسلم امرك لربنا ازاي، هتفوض امرك لله فعلا ولا لا، هتمشي في الطرق الشرعيه اللي تقدر تاخد بيها حقك اللي ما تغضبش بيها برضو ربنا، ولا انت هتحاول بقى تدور على طرق تنتقم بيها وتجيب بيها حقك باي طريقه ايا كانت، حتى لو انت هتاذي في المقابل. دي حاجات ربنا سبحانه وتعالى بشوف انه بيحطنا فيها في الدنيا دي ابتلاءات كتير كده عشان يختبر صبرنا ويختبر دايما قوه تحملنا وقوه ايماننا. بشوف دايما حته التسامح دي بتيجي دايما عند الناس اللي فعلا عندها فطره سليمه، بس بتيجي مع الوقت، لان احنا بناخد وقت على ما بنتعافى. يعني انا بشوف ان اي حد بيتظلم او بيتحط في ابتلاء بياخد وقت عشان يتعافى، وفي الاخر بنحتاج نسامح عشان نفسنا احنا، عشان سلامنا الداخلي، يعني عشان تحس ان انت مش قادر اشيل حاجه جوايا تاني اكتر من كده فانا سامحت. طبعا ده مش معناه ان انت تسيب حقك، انا مش ده اللي انا بقوله خالص، لا بالعكس، انت لو ليك حق لازم تحاول بالطرق الشرعيه والطرق المتاحه قدامك ان انت تاخد بيها حقك.